لا 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 يا مرات ابويا، ما بلاش ارجوكي. ارجوكي سيبيني اكمل علامي. انا جايبه مجموع حلو في الثانويه العامه. عايزه اسافر. عايزه اسافر واكمل تعليمي بره. دي جايالي منحه يعني ببلاش. مش هتدفعي فلوس خالص. سيبيني، مش عايزه اتجوز دلوقتي. انا لسه صغيره. لا يا حبيبتي، ما هو انتي مش احسن من ولادي ان هم يروحوا تجارة وانتي تخشي ثانوية عامة وتبقي دكتورة كمان. انا قلت اللي انا قلته وهتنفذيه بالحرف الواحد. يلا جهزي نفسك علشان العريس بكرة جاي. يا مرات ابويا، اعتبريني زي بنتك. لو في يوم من الايام هسافر وهشتغل وهبعتلك شهرية، وشهرية كبيرة. انت عارفة بلاد بره بيدوا فلوس قد ايه؟ اول ما هسافر واشتغل هبعتلك فلوس. بس خليني اكمل تعليمي عشان خاطري. ده حلمي. حلمي يا مرات ابويا. ما تكسريش احلامي. ده بابا موصيك عليا. اشمعنى يعني ولادك عشان دخلوا تجارة؟ طب اسكتي اسكتي بس كده وانت بطلي فقر شوي. يا ريت العريس ده يجي الواحد من بناتي وانا كنت جوزتهم وخلصت منهم. ده العريس ده متريش، راجل كبير في السن بس متريش ومع فلوس كتير. ماشي يا مرات ابويا. السلام عليكم، ازيك يا ام نهلة، عامله ايه؟ انا الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا الحمد لله. ايه بقى؟ العروسه جاهزه ولا ايه؟ فين العروسه؟ ما شفناش لغايه دلوقتي. هو ده كلام برضك؟ لا لا طبعا يا استاذ، العروسه جاهزه. بس زي ما العروسه جاهزه لازم فلوسك تكون جاهزه، ولا ايه؟ قال سامر في سره. يا ساتر يا رب على الولية. دي بتبيع بناتها كده أوي كده. لا 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 لا، فلوسي طبعا جاهزة، والشنطة وكل حاجة كمان جاهزة. بس أهم حاجة العروسة جاهزة ولا إيه؟ لا لا، ازاي؟ طبعا العروسة جاهزة. يا بنتي يا تايه، تعالي هنا يا بنتي شوفي عريسك. ازيك يا بنتي، عاملة ايه؟ انا عارف انك مغصوبة على الجوازة دي، بس احب اقولك ان مش انا العريس. والله يا عمو ما بقتش فارقة انك تكون العريس او لا. ايه، هنكتب الكتاب امتى؟ طب ايه يا بنتي، مش ناوية تعرفي التفاصيل الاول وبعد كده نكتب الكتاب ولا ايه؟ ما انا قلت لك يا عمو ما بقتش فارقة معايا خلاص. لا يا بنتي، لو مش فارق معاكي فارق معايا انا جدا. انا عندي ابني آسر، عنده 28 سنة، وللأسف من حوالي سنتين عمل حادثة وهو على الطريق السريع، وللأسف من بعدها ما بقاش يمشي تاني. وعايزين حد يقعد معاه لأن أنا اليومين دول مسافر برا مصر، ومش عارف مين اللي هيقعد معاه. حتى كل الخدم اللي في البيت مشيتهم، لأن خلاص كلهم ما بقوش موجودين. ومش ملاحق ان انا اعرف ادور على خدم جدد، لان انا خلاص كلها اسبوع على سفري. فانا جيت اقولك انك تتجوزيه يا بنتي، وهو تعرفي تحبيه وهو يحبك وتخليه يعمل العملية، لان انا خلاص تعبت وغلبت معاه. بقالي سنتين بحاول اقنع فيه. تفتكروا بقى تيا هتحب تيا هتحب آسر، ولا هتكمل في مصيرها وان هي تخليه يعمل العملية وتكمل تعليمها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. خلاص يا عمو، انا موافقة. طيب، الكتب الكتاب هنكتب امتى؟ بعد يومين. بعد يومين يا تيا هنكتب الكتاب، وهجيب آسر هنا كمان. بقولك ايه يا عمو، ما بلاش تجيب آسر وتعرفه ان انا هبقى مراته. يا دوبك خليه بس هو يمضي الامضة من غير ما يعرف، ومن غير ما يعرف ان انا كمان مراته. عايزة اعملها له مفاجأة. لو سمحت يا عمو، أنا مش عايزاه يعرف ان انا مراته. خلاص تمام ماشي يا بنتي. انا بعد يومين هجيلك وهاخدك من هنا علشان اوديك على الفيلا وتروحي عند آسر. ومن هنا بطلت قصتنا تيا ما كانتش عارفة تفرح ولا تزعل. تفرح ان هي هتسيب جحيم مرات ابوها وتروح تتجوز بعيد، ولا تزعل على مستقبلها اللي ممكن يتدمر في اي لحظة، وان هي ممكن ما تروحش تسافر. ما كانتش عارفة تعمل ايه. سامر بيقول لتيا. بقولك ايه يا تيا، انت عندك آسر فوق اهو. انا عايزة احذرك يا بنتي، حاولي ما تعصبهوش، لان هو عصبي جدا وحساس من ساعة الحادثة اللي حصلت له دي. فعايزين على قد ما نقدر ان احنا نعامله كويس. اطمن سامر لما سمع تيا بتقول تمام ماشي يا عمي ما تخافش. انا هحاول على قد ما اقدر اعامله، واعامله بكل احترام، واعامله كمان زي الطفل، واحاول اعتني بيه واهتم بيه كمان. في الغرفة عند آسر
ابوه بيقول له بقول لك ايه يا ياسر، انا جبت لك واحده هنا تقعد معاك وتخلي بالك منها، علشان علشان تقدر ترعاك، لان انت اليومين دول محتاج رعايه كبيره عشان صحتك. رد ياسر بغضب: نعم نعم يا بابا. ايه ده، انت جايب لي واحده تاخد بالها مني؟ طب وفين الخدامين اللي في القصر؟ انا باشاره واحده اخلي اي حد في القصر يجي هنا ويعمل لي اللي انا عايزه، تقوم جايب لي واحده ما نعرفهاش تخلي بالها مني؟ هو انا صغير ولا ايه؟ كان سامر رايح يرد، بس تيا فاجئته بالرد بتاعها وقال: اه انت عيل صغير ولازم ان احنا نرعاك. ما انت لو تسمع الكلام من الاول وتعمل العملية هتعرف تمشي على رجليك وتعتمد على نفسك، مش هتجيب حد هو انت اللي تعتمد عليه. ويلا بقى سلام، علشان بكرة هتصحى بدري، عشان من هنا ورايح في رياضة مفيش صحيان من الساعة 4 و5 الظهر. وفعلا تيا دخلت على غرفتها علشان تنام وتستعد للي هيحصل في الأيام اللي جاية. تاني يوم تاني يوم الساعة 7 صباحا دخلت عند آسر، وابتدت إن هي تفتح في الستاير بتاعة الأوضة، والشمس ونور ربنا كله يدخل في الأوضة، وبتقوله: اصحى يا أستاذ آسر، اصحى بقى وكفاية الكسل لغاية دلوقتي. آسر يقوم بغضب: ايه قلة الذوق دي؟ انت ازاي تخش على واحد عازب زيي ومن غير ما تستأذني وتخش عليا؟ افرض مثلا كنت قاعد بهدوم خاصة تخش عليا كده؟ لا، واضح انك بنت مش محترمة من الاخر. على فكرة بقى يا استاذ آسر، انا عارفة انا بعمل ايه كويس، وانت بقى اللي مش هتيجي تعلمني. انا نازلة احضر الفطار. تيا نزلت عشان تحضر الفطار وهي بتفكر هتعمل ايه في الايام الجايه، لان حست ان الايام الجايه كلها تبقى صعبه. طلعت فوق عند آسر: بقول لك ايه، يلا عشان ننزل نفطر في الجنينه. آسر: لا، انا مش بحب انزل افطر في الجنينه، بحب افطر هنا في الاوضه، ودي انا متعود عليها. لو سمحت هات الفطار هنا بدون جدال او كلام. يلا، مش عايز اسمع نفس، انت هنا تنفذي اوامري. اه لا لا لا، انت شكلك ما تعرفش بقى انت بتكلم مين. ده انا تايا يا حبيبي، ولما اقول الكلمة يبقى تتنفذ. وهننزل ناكل في الجنينة وهنفطر في الجنينة، ويلا هننزل دلوقتي. لا، انا بحب اقعد هنا وافطر لوحدي، انا بحب الوحدة يا ستي، مش عايزة انزل بالجنينة واختلط بحد. سيبيني، قلتلك طلعي لي الاكل هنا ولازم تنفذي اوامري. وللاسف تيا ما سمعتش كلامه، قامت زقاه من الكرسي بتاعه ونزلوا تحت في الجنينة. وتيا بتقول: مش ملاحظ ان الجو هنا جميل؟ والله الجو هنا جميل واحسن من انك تفضل قاعد في الاوضه، ده اوضه الدنيا كاتمه يا عم. لا لا لا، واضح عليك انك جريئه قوي. طب ما بقولك ايه، عرفيني بنفسك. ايه تصدقي انا لغايه دلوقتي معرفتش اسمك ايه؟ عرفيني عن نفسك وسنك وكده. انا تيا، عندي 20 سنه، وجايلي منحه من ان انا اسافر بره علشان اكمل تعليم هناك. وللاسف مرات ابويا مش راضيه، مش عارفه ليه. ايوه، واضح عليك انك متفوقة جدا. بقولك ايه، انا آسر عندي 28 سنة، وبقولك ايه، مش لازم تعرفي عني اكتر من كده، المهم انك عرفتي اسمي اهو عشان تعرفي تناديني. وهنا تيا قالت اللي وجع قلب آسر جدا، وده لما قالت له: بقولك ايه يا آسر، ما تفكر تعمل العملية وترجع تمشي تاني علشان تبقى احسن وافضل، وتعرف حتى تخدم نفسك بنفسك وما تحسش انك تقيل على حد. آسر تحولت ملامحه لملامح غضب جدا: لا والف لا، انا لا يمكن ان انا اعمل العملية. ايش ضمني لو عملت العملية وساعتها العملية فشلت وكده قلبي ينكسر؟ انا مش عايز قلبي ينكسر للمرة التانية. انا بجد زهقت وتعبت، سيبيني في حالي، مش هعمل العملية، يعني مش هعمل العملية. ماشي ماشي يا آسر، أنا هفضل وراك والزمن طويل، وهخليك تعمل العملية وترجع تمشي على رجليك من أول وجديد. ماشي يا آسر، أنا هفضل وراك، يعني هفضل وراك. المنحة هتخلص بعد حوالي 6 شهور، وأنا لازم أطلع المنحة دي. عدى بتاع حوالي أسبوع، وكانت وكانت حياة آسر وتيا كانت حياة مش مستقرة قوي. كان على طول في خناق وخناق كبير قوي، ما كانوش عارفين يعملوا ايه. بس تيا كانت على طول بتحاول ان هي تتجنبه، لغاية ما كانت تيا قاعدة معاه في الأوضة وهو بتقول له: آسر، فكر يا آسر، لازم تفكر انك تعمل العملية علشان يا ابني تحاول تمشي على رجليك وتعمل كل مشاغلك لنفسك،
وما تعتمدش على حد. يوه، انا ما بحبش الزن الكتير. انت اخرك هنا تيجي تنفذي لي طلباتي، اما انك تفضلي تزن عليا كده لا. يلا قومي شوف انت هتعمل ايه. انا اسفه، انا اسفه جدا. اوعدك اني مش هتتكرر تاني، ومش هقولك على حاجه تاني. انا رايحه احضر الغدا، علشان ميعاد الغدا قرب خلاص. نزلت من اوضه آسر واتجهت الى اوضتها وهي محروجه جدا ومكسوفه. لا، ما ينفعش كده. عدى اسبوع وانا قاعده معاه. انا المنحه كده شكلها هتروح من ايدي، بس انا لازم ما استسلمش. لازم على اخر الشهر ده اخليه يكون عامل العمليه ويكون عنده امل في بكره. انا حاسه ان قلبي بيدق جامد كل ما بشوفه. يا لهوي، هو انا ممكن اكون حبيته ولا ايه؟ اسكت يا بت، اخرس يا تيا. انت ولا ينفع تحبي ولا تتحبي. انت بس لازم تبص لشغلك علشان المنحة ما تروحش منك. اسكتي بقى وبطلي كلام كتير. وفجأة عمو سامر رن على تيا وهو بيقول لها: ايه يا تيا، ايه يا تيا يا بنتي، ايه الاحوال عندك؟ آسر عامل ايه معاكي؟ انا اسف بجد لو هو بيعمل معاكي وبيعذبك. انا عارف ابني شرير جدا. لا لا لا، من الناحية دي ما تخافش خالص. انا مش عايزاك تقلق خالص. ابنك احواله مستقرة. هو انا قاعدة في البيت كده اي حاجة وخلاص؟ ده انا قاعدة ومصحصحة. ما تخافش، كله تحت السيطرة يا بيه. اهم حاجة ما تنساش وعدك. لا، باين عليكي بنت مطيعة مش ناسيه. اهم حاجة ان هو يعمل العملية يا بنتي. تيا دخلت على المطبخ وهي بتعمل الغدا وبتقول: انا لازم فعلا اقنعه. يا رب يقنع، يا رب هو يحس بقى ويقتنع ويعمل العملية. انا حاسة ان انا لما بقعد معاه بحبه اكتر واكتر. لا، انا مش لازم استسلم. انا مش لازم استسلم خالص، ومش لازم اتكلم معاه تاني. يلا يا آسر، عملتلك بقى شوربة خضار. اما ايه، طعمها رائع. وهتاكل صوابعك كده وراها. يلا كده دوق. عملتلك اكل الصحة على فكرة. تيا ساعدت آسر ان هو يقعد على الكرسي بتاعه، بس آسر رمى الاكل على الارض وبيقول: ايه القرف ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا ما بحبش شوربة الخضار ولا بحب الاكل ده. انت لازم تعملي لي واحد غيره وتنفذي اوامري. واضح انك محتاج تربية من اول وجديد. طب ثانية كده. كوخة، كوخة يا آسر، ايه اللي انت عملته ده؟ مش كده عيب؟ مش دي نعمة ربنا؟ كده كوخ. انت بقى المفروض تتربى من اول وجديد. وانا بقى مش هعمل لك اكل غيره. وهتاخد البرشامه كده وتنام على الفاضي، وبطنك دي تصوصو بالليل ومش هتلاقي الاكل عشان انت رميته على الارض. لا لا لا، انت بجد بنت مش محترمه. انت مالكيش اكل عيش هنا. يلا اطلعي بره، اطلعي بره بسرعه، مش عايزه اشوفك هنا في وشي. ولو ما عملتليش اكل اعتبري نفسك مرفوضه من هنا. لا، لا والف لا. انا مش انا مش هروح ولا هرجع بيتي، لان ده اكل عيشي. واظن مش انت اللي ليك الحكم. الحكم لعمو سامر. ويلا بقى علشان تنام. صح، خدي البرشامه يا نونو. لا، في عقاب. انا لازم اعاقبك. قربي مني، تعالي. انا عايزه اقوم اجيبك من شعرك، مش قادر. شفت بقى، عشان لو سمعت كلامي وعملت العملية كنت زمانك قمت عملت فيا اللي انت عايزه. ضربتني، شدتني من شعري، عملت اللي انت عايزه. كانت بتقول كده علشان تغيظ اكتر وتحمسه ان هو يعمل العملية في اسرع وقت. لا، لا والف لا. انا مش هعمل عملية. اطلعي بره، اطلعي بره، مش عايزة اشوفك بجد في وشي. تيا كانت بتحاول ان هي تتجنبه واحدة بواحدة. وفعلا عدى كمان اسبوعين. وكان وكان آسر بيحاول ان هو ياخد على الوضع وياخد على وجودها في البيت كده. ما كانش عارف انه فعلا من غيرها كان ممكن يعمل ايه. كان بيحاول ان هو ياخد على وجودها في البيت. وهي كمان حست ان هي واحدة من البيت، وان بقى واجب عليها ان هي كل يوم لازم تقوم تصحيه وتعمل له الفطار وتعمل له الغدا كمان. وكانت حياتهم شبه مستقرة، مش مستقرة قوي. واو، بجد بجد واو، الاكل المرة دي طعمه حلو قوي. انت ممكن تبقي شيفة في يوم من الايام. بس ايه بجد، انت كل مرة بحس انك بتتطوري عن اليوم اللي قبله. الاكل بتاعك رائع. اه طبعا طبعا، ما انا عارفة ان اكل حلو وطول عمره حلو. ايوه ايوه ايوه، هو ده بقى ثقة ولا غرور ولا ثقة بالنفس ولا ايه؟ هو انت لسه بتتكلم فيها؟ طبعا غرور. قصدي طبعا ثقة بالنفس. انت بتقول ايه يعني؟ تيا، انا عايزة اطلب منك طلب. انا بحبك وعايزة اتجوزك. عايزة اطلب ايدك من اهلك.
لاني معجب بيك قوي. حاولت ان انا اشوف مشاعري دي اذا كانت حقيقية او كده، بس للاسف طلعت حقيقية. تقبل انك تتجوزيني؟ موافقة. موافقة طبعا يا آسر، بس على شرط انك تعمل العملية وترجع تمشي على رجلك وتبقى انسان عادي، وساعتها تيجي تطلبني من اهلي وتطمن على الاخر. انا موافقة. ابتدى آسر ان هو يطبطب عليها وهو بيقول خلاص انا موافق، وادم ده اللي هيسعدك وهخليكي تبقي معايا طول العمر، هعمل العملية عشان ارجع امشي وتفضلي معايا. موافق. موافق يا تيا، بس تفضلي معايا طول العمر. طب بقول لك ايه، كمل اكلك يلا، وعشان تلحق انك تكلم باباك يعني وكده. كانت متلجلجة جدا ومش عارفة تقول ايه، كانت محروجة. يلا كمل اكلك. آسر فعلا عمل العملية ورجع يمشي على رجليه، وبعد اسبوعين جه وعشان يطلب ايد تيا، بس باباه قال له لا ما بلاش يا ابني. بس آسر صمم ان هو لازم يتجوزها، لان خلاص حب البنت دي، حسها ان هي مختلفة عن بقية البنات اللي شافهم في حياته قبل كده. وفعلا راح عشان يطلب ايديها، بس هو اتفاجئ ان هو اصلا ازيكم كان كاتب عاملين كتابه عليها. ايه؟ يا رب حددوا ميعاد تكونوا الفرح، بخير. وفي خلال كام معاكم يوم ماريو، كان والنهارده المعازيم جايين كلهم موجودين في برواية القاعة، بنت الصعيد وأبطالنا اتجوزوا. للكاتب وبكده المتألق تكون نهاية ماريو بهاء. روايتنا النهاردة. ويلا ما بينا تنسوش قبل ما تعملوا نبتدي لايك ما تنسوش للفيديو اللايك واشتراك والاشتراك في للقناة القناة عشان أي وفعلوا زر فيديو الجرس رواية أنزله علشان أي فيديو يوصل انزله لكم. حبايب يوصل قلبي لكم. بحبكم جدا. ازيكم سلام. عاملين